المغرب أجمل بلد في العالم. مقولة اللي سمعناها بزاف واللي حنا كمغاربة متشبعين ومآمنين بها حتى النخاع. وإلا سولتيني علاش غادي نقول لكم بكل بساطة أن المغرب جمع فيه ما تفرق في غيره من البلدان. 4 ديال السلاسل الجبلية المختلفة، وديان وبحيرات دائمة الجريان، بالإضافة ل2 ديال الواجهات صحراوية، صحراءنا الشرقية بجواهرها المعروفة عالميا بحال صحراء الشقاقة وصحراء مرزوقة، وكذلك صحراءنا الغربية المغربية بكثبانها الممتدة من قلميم بوابة الصحراء وحتى القويرة العزيزة. هذا الشيء كامل بلا ما نساو سواحلنا الممتدة الآلاف الكيلومترات كل ما تخبئه من ثروات بحرية. ورغم أننا في ملتقى الرياض كنركزوا على صيد الأسماك وكل ما يحيط به من تقنيات وطعوم، إلا أننا ونزولا عند رغباتكم ضروري ما ناخذكم في رحلات تكتشفوا من خلالهم جمالية بلادنا. ودابا نرجعوا لحلقتنا ديال اليوم واللي هي ثاني حلقة من الموسم الجديد، بحيث أن رحلتنا في مصايد برباص جنوب الداخلة مازال مستمرة. المنزلة كلمة كيتداولوها الرياس بزاف واللي كيعنيو بها الأجواء وحالة البحر، وفي الغالب كتذكر المنزلة ملي كتكون الأجواء غير ملائمة للصيد، بحال هاد المنزلة اللي تلاقينا معها حنايا واللي كان فيها الريح كتير بزاف. هذا هو حل البحر، مرة يعطيك مرة ما يعطيكش، حرك الريح هاد الايامات هادي احنا جالسين حاصلين في القيطون الروندا. وفي بحال هاد الاجواء كنحاولوا نستغلوا الوقت ديالنا في صيانه المعدات، وكذلك كنلعبوا الكارطه الرامي، وكنرتاحوا باش نكونوا على اتم الاستعداد ملي تقاد الاجواء ويبان الحوت. متابعاتنا ومتابعينا الاعزاء، تحياتي لكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفلوق الجديد. حلقتنا ورحلتنا ومغامرتنا يعني للصيد بالقصبه في المنطقه ديال الصحراء المغربيه وبالضبط نواحي كاف برباص مازال مستمره الاخوان. وجهتنا اليوم غادي تكون هي مصيد الغربي. داز علينا الريح هنايا في المصيد ديال الفارو، الحمد لله الامور بدات كتقاد، المنزله كتزيان، جاتنا اخبار بان كاين الحوت في الغربي، لذلك الاخوان قررنا اننا نمشيو كاملين تما اليوم نشوفوا شنو غادي نلقاو، نشوفوا شنو غادي نصيدوا. اخبار كتقول بان كاين ابلاغ، كاينه الدبدوبه، وحنا الصراحه الاخوان مقررين اننا نركزوا على الاسماك ديال الابلاغ اليوم. لذلك الاخوان غادي نحاولوا نشاركوا معكم ما امكن ديال المعلومات على هذه السمكه هذه، طرق الصيد ديالها، الطعوم اللي كنستعملوا باش نستهدفوها، المونتاجات، وحتى يعني التضاريس اللي كتعشقهم هذه السمكه. ونتمنوا من الله بطبيعه الحال تكون شي حصيله اللي تفرحنا وتفرحكم. نتفرجوا حنا في المصيد وتفرجوا معنا انتم ان شاء الله من خلف شاشاتكم الاخوان. دعواتكم معنا باش تجي سمينه، ونشوفكم ان شاء الله بعد قليل. السلام عليكم. وصلنا الحمد لله الاخوان، وصلنا لواحد المصيد رائع، الروعه الاخوان هي اللي كاين. شوفوا لي هذا الخير ديال مولانا تبارك الله، شوفوا لي هذه الكويشطه هذه، فين يقدر يلقى الانسان بحال هذا المنظر هذا الاخوان. الحمد لله كنحمد الله ونشكروا على صحراءنا المغربيه وعلى الخيرات اللي فيها، وكنطلبوا الله الرحمه لهذوك الناس كاملين اللي تقاتلوا باش حنا اليوم وانتم حتى انتم تجيو تساراو وتشوفوا هذا الخير هذا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. غنصيدوا في الكوشطه الاخوان، الدراري راه تفرقوا ما صبروش، ديجا مشى كيجر على ابلاغ. حنا غنصيدوا هنا في الكويشطه، غنصيدوا بالطعمه وغنصيدوا كذلك بالجران، يسيو الحمد ان شاء الله. المهم ليسونسيل هو نطيحوا على ابلاغ. عندنا السردين، عندنا السيبيا،
عندنا كالامار، وكاين حتى لي رابالا منوعين الراكلوات. المهم غنديروا المجهود ديالنا الاخوان باش نسييو نطيحوا على ابلاغ كما وعدناكم، باش حتى الا جاب الله يسر فيه الله وكان في العشيه عاوتاني غنوريكم واحد الاكله رائعه مع الرئيس عدنان كيفاش غنقيو ابلاغ، كيفاش غادي نطيبوه وتعيشوا معنا اللحظه اول باول كيف كيقولوا اخوتنا المصريين. تحياتي لكم الاخوان، ما نطولش عليكم، نبداو الصياده ان شاء الله. اخوان بالنسبه للمونتاج اللي غادي نصيدوا به على ابلاغ، راه كنديروا السناره معلقه. انتم كما كتشوفوا عندنا مليون ديال 3 كتكون السناره معلقه، ولتحت عندنا الكرابان. انا داير كرابان ديال 150، تقدروا ديروا ديال 100، تقدروا ديروا ديال 120 على حسب المصيد اللي نتوما مصيدين فيه. الخيط اللي جاي من الماكينه راه فيه لاطريس ديال 20، والطراقه راه خدامين غير ب 40 بويسك مصيدين على ابلاغ راكم عارفين، يعني 40 35 خدامه هنايا مزيان ما كاينش المشكل. الماكينه الاخوان راه ميتشيل 498 قصيبه سكوربيون، وهذا الشيء راه ما كنديروش الاشهار لشي شركه. انا كنقول لكم الماتيريال باش كنخدم، لان بزاف ديال الاخوان كيسولوني اش ما نكسبهاش من الماكينه. هادو هما الماتيريال اللي كنخدموا به، وكاين الحمد لله ماتيريال اخر حتى هو كنخدموا به. كل حاجه يعني كتخدم لواحد النوع معين ولا واحد الصياده معينه. هادشي اللي كاين. الطعيمه اللي غادي نخدموا بها راه هي السيبيه الاخوان، غنديروا غير طعيمه صغيره لان كما قلنا مستهدفين غير ابلاغ والشرغو. خلص الناره من هنا تخرج، تعاود ثاني تدخلها وتخرج، وهنايا كتجيبها بحال الدويده بهذه الطريقه هذه. ودائما كيكونوا رويسات كنزيدوهم ليها من الفوق، فيها هي الطعيمه ديالنا كتبقى على هذا الشكل هذا. بطبيعه الحال بغيتي تزيدها شويه ديال لاستيك راه كتزيدها لاستيك، سينو راه تقدر تصيد بها لان السيبيه كتشد كتصيد بها على هذا الشكل هذا. المساله اللي مهمه وكنشير ليها دائما الاخوان الفران، بحال الفران تعرف راه كتكون مصيد على حوت صغير حتى كتجي حوته كبيره جرها تدي لك كل شيء. يعني الفران ما تثقش فيه والبحر ما تثقش فيه، ديما حل وخليها تطلب رزقها. ابلاغ الاخوان، شوف نصيحه، نهار تبغيو تشدوا ابلاغ ديما ردوا البال من هذا المغانغ ديالو، راه عنده الماس هنايا لاقصك راه غادي يجرحك. وهذه راه هي المحبوبه ديال الرياس، هنا كيبغيوها لبزاف ديال الاسباب. اولا الماكله ديالها يا سلام، هذه ما تذكروش عليها، اللحم بيض حوت حر. والحاجه الثانيه سيرتو بالنسبه للناس اللي كيجيو يخدموا يترزقوا الله، ابلاغ فيه الفاي، الثمن ديالو ساوي شويه، وليسونسيال انه كيكون بالكثره. ملي كيدخل هو ما كيدخلش واحد ولا جوج، قليل فين كيكون الفرادي، ولكن في الاغلبيه كيكون بالكثره وكيكون بالفرق. يعني الاخوان ملي كيطيحوا عليه كيصيدوا فيه تبارك الله كميات كبيره، وكيديروا باي زوين يعني بالنسبه للناس اللي كترزق الله. اخوان سال النهار ديالنا، الله يجعل البركه بالنسبه لليوم. كان شويه ديال البركه، شفتوا معنا ابلاغ اللي جينا على ودو، شفتوا شويه ديال الشرغوق، ولقيت باش نرجعوا للقيطون. يلا يصاوب الانسان عاوتاني عشاء يرتاح شي شويه ويكون موجود ثاني ان شاء الله سيسيون جديده غدا الا كتب الله. تحياتي لكم، شكرا على المشاهده، وخليكم معنا باقي جاي ان شاء الله لا بارتي ديال الطياب اللي غتكون حتى هي رائعه. تحياتي للاخوان. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للإخوان من الرياس وجميع متتبعي قناة ملتقى الرياس للصيد بالقصبة. اليوم عندنا هذه الحلقة ديال أننا غادي نقيو بعض الأسماك اللي غادي نعددوهم، لأن عندنا وجبات الغداء فيها حوت مخلي. بسم الله إخوان غادي نبداو. أول سمكة اللي عندنا اللي قلت لكم الخطورة ديالها هي هذه المرينة، والسبب علاش قطعنا لها الراس لأن هذه المرينة هذه فاش تكون حية يعني تتكون خطيرة، والتف فاش تموت يعني تدخل الخطوره ديالها انك ربما تقدر تحادي السنان ديالها مجرد انك تتحاديهم، لان تيحبوا يديروا واحد الالم. والان غادي نمروا العمليه التنقيه ديالها، وان شاء الله غادي نحاولوا نهيئوها للقلي. اول حاجه اننا غادي نمشيو مع الكرش هكذا، ها انتم تنجيو عند السره ديالها وتنمشيو، وضروري كل المسماضي
ضروري يكون المصمدي وتمشيو معاه هكذا. هذه هي الطريقه. وباش تعرفوا بان راه مزيانه، ها انتم الاخوان، راه كرشه ديما تتكون نقيه. انا تنكملوا تنحيدوا هاد الاحشاء ديالها الاخوان. هنا مازال ما تسالاتش المهمه ديال التنقيه ديالها، لان باقي تابعه الخدمه. يعني ماشي انك تحيد لها الاحشاء وتقطعها، هي ضروري خصها تحل، يعني تابعه شقه اخرى من هنا باش يعني باش على حساب الطياب تجينا سهله تيدخل معها الطياب. ها انتم تنجيو ديريكت حتى هي نحيدو، نحاولوا نحيدو نزيدو نهبطوا معاها. هنا تنجيو حتى عند هاد السره حتى هي تماما بحال الشكل ديال الصنور. ضروري هاد البلاصه هادي تنحاولوا نحيدوها. تنجيو للشقه اللي قلت لكم، ها انتم تنعسوها هكذا على جنب، ونحاولوا نمشيو مع الجنب ديال هاد السلسول ديالها. ها انتم الاخوان، ها انتم وفي الطريقه ديال التقطيع ديالها ضروري نقطعوا مرصوات صغار. وعلى هذا الشكل ديما تنمشيو يعني الفقرات ديال العمود الفقري ديالها تيكونوا فيه شي خويات، لان كاينين شي بلايص. ها انتم دابا شتا دائما غادي نمروا لواحد النوع اخر ديال الاسماك اللي هو حتى هو صراحه لا يعلى عليه، حتى هو زعما شي حاجه اللي طوب في الماكله، اللي هو سمك يعني هو كوربين، ولكن مقارنه بالحجم يعني عندها واحد الحجم تنقولوا لها سليتيه. يعني سليتيه يعني هذا واحد العبار معين في الكوربين اللي هو صالح يعني دايز في المقله. هو هذا حتى هو شي حاجه اللي عجيبه في يعني في المقله. من بعد غادي ندوزو لسمك ابلاغ، ودابا غادي نخدموا ديك الاداه اللي قلت لكم اللي ضروري تكون. يعني الريس ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن المهم الدور ديالها مهم. اولا من ناحيه السرعه في التنقيه ديال الحوت، يعني ما تاخذش لك واحد الوقت بزاف. ثاني حاجه هو انه لتفادي ان الرئيس ولا اي واحد غادي ينقي الحوت يعني يتفادى انه الاصابه بهاد الاشواك اللي تيكونوا هنا. فاش تقرب لها البلاصه اللي فيها الشوك ضروري ما تتقرب ليها، بالتالي تكون تتصاب. اللهم هاد الاداه هذه اللي هي والو عباره عن الخشبه وهذا الريبي. وكاين بعض الاخوان اللي يمكن الا ما توفرش عندكم هذا تقدروا ديروا الغطيات ديال القرعه ديال الدجاج المناضه، حتى هما دير واحد 3 ولا 4 ديال الغطيات. هذا من جهه. ما توفرت حتى شي حاجه ولا نسيتي هادشي كامل وما قاديتيش معاك، يعني فرشيط الشوكه باش ناكلو حنا تنقولوا الفرشيط، يعني حتى هي راه ممكن تسهل عليك هذه العمليه. وبسم الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تنخدموها. ها هي بسم الله. انتم يعني يكفي جره وحده، ها انتم ها هي تنقات هكذا. غنقلبوها عطيني الجهه الاخرى. ها انتم جوج جرات، ها هي تنقات صافي، ما بقاش شي حاجه كثيره، 3 جرات. ها انتم دابا تنفينيو هاد البلايص. ها انتم شفتوا ما خداتش ليا وقت، وفي نفس الوقت انا السلامه. ها انتم يديا في اتساع وهي اللي خدامه. يعني كاينين شي بلايص بحال هنا واعرين انك ديرهم بالموس. اللهم ها هي السمكه ديالنا. نعاودو نديرو السمكه ابلاغ نفس العمليه حتى هي. سمك ابلاغ اللي معروف عند الرياس كاملين، حتى هو الجوده ديالو في الماكله حتى هو شي حاجه اللي رائعه. وهو حتى هو نفس العمليه. ها هي مشات هذه الجهه الاخرى حتى هي هذه كما قلت لكم. يعني واخا يكون عندك صندوق ديال الحوت، يعني بهذه الطريقه انك دغيا غادي تساليه ودغيا غادي تستغله وغادي تحافظ على يديك من الاصابات ديال هذه الاشواك. لان هذه الاشواك ديال الاسماك ولو ان السمكه ميته الا ان الشوك ديالها تيدير بعض الاصابات اللي تيكونوا شويه تيديروا الام. الاخوان الى هنا تنتهي هذه الحلقه ديال سورتو ديال هذه التنقيه ديال الحوت. الان ما بقى لنا الطاهي. راه الطاهي بالنسبه للمقله راه كلشي تيعرف يقلي الحوت. غير اللي هو واحد المعلومه هو انه بحال هذا الحوت تيكون فري، يعني دوك اللي كثرت التوابل
كيفسدوا ليه الطعم ديالو اللي هذا تنخعى حبذا لو يخليه الانسان ما تكثرش هذوك التوابل، يعني يكفي انه شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. ومن طبيعه الحال راه قبل ما تلح في المقله راه تدير تمرغد في الدقيق، يعني تحاول دير ليه شويه ديال الدقيق وتنشفو عاد تلح في المقله. وتحياتي لكم وشهيه طيبه للجميع ومرحبا بكم، وهذا موعدنا ان شاء الله في المقله. تحياتي. مع الأسف الإخوان، رحلتنا في مصايد كاب برباص جات نهايتها. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الرحلة واستفدتوا من المعلومات اللي شاركنا معكم حول المنطقة. واللي نوعدكم به هو رحلات أخرى إن شاء الله المناطق لا تقل روعة على منطقة كاب برباص، نشارك معكم من خلالها معلومات جديدة، تكتشفوا معنا مناطق جديدة وحلقات صيد جديدة إن شاء الله. تحياتي لكم، تمشيوا فين وبقوا أوفياء لفريقكم ملتقى الرياس. سلام عليكم.